السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي الجزائريين. في هذا الفيديو جبت لكم فيديو يفضح تلاعبات نظام المخزن واتهامه المنتخب الجزائري للسيدات بوضع الشريط اللاصق على مقاعد البدلاء. بصح خوتي الجزائريين، قبل ما نبدا في الفيديو ديروا لنا اللايك بقوه. اللايك يساهم في انتشار الفيديو، وبارطاجي الفيديو لخوتك باش يشوفوه على كل المنصات. بارطاجي اخي، ما راك خاسر والو، واشترك في القناه تاع ولد بلادك. دعموا القنوات تاع ولد بلادكم. كما شفتوا نظام المخزن وإعلامه داروا بلبلة وهم يعلمون أنهم يكذبون. قال لك المنتخب الجزائري السيدات دار شريط لاصق ودرق العلامات نتاع الاتحادية المروكية الموجودة في تلك المقاعد، وهما يكذبوا، يتنفسوا الكذب، يتنفسوا الكذب. راني نشرت فيديو على قناتي الأولى اللي يسموها واقع نيوز دي زاد، وجبت لكم في هذه القناة كذلك فيديو لمدرب المنتخب التونسي يشهد شهادة حق ويكشف تلاعبات نظام المخزن. أحبابنا، شوفوا الفيديو ودرك نرجعوا. حين اللاصق هذاك الاكحل، معناها بلغتنا احنا نقولوا في تونس سكوتش، راهو علانيه، مش معناتها نقصدوا في اخواتنا الجزائريين ولا حطوهم ولا باش نحوا اللبس على اخواتنا الجزائريين. انا فهمتني منير، مدرب مساعد من المنتخب التونسي كبريات، نحيته لخاطر فهمتني ما ثم حتى واحد لقيته فهمت مع توت سكوتش، قلت انا منظر خايب حبيت نحيه. يا اخي ما راني، جاني واحد من الكاف واتصل بي واحد مسؤول من الكاف وقال لي خلوه راهو هذاك احنا عملناه. كما شفتوا خوتي، مدرب منتخب تونس شهد شهادة حق، وأشرت إلى ذلك في الفيديو الأول في قناتي الأولى اللي يسموها واقع نيوز دي زاد. روحوا حوسوا على واقع نيوز دي زاد، دوك تلقوا فيديو ناصر فيه فيديو يكشف تلاعبات الأولى بوضع الشريط، وراني درت لكم الصور في هذا الفيديو. وهذا مدرب المنتخب التونسي. المرار قالوا أنه كي شاف المنتخب الجزائري يلصق في هذاك الشريط، جاء هذا المدرب وقلع الشريط من المقاعد. ها هو خرج لهم مدرب المنتخب التونسي ينفي ذلك. والاصل ان الهيئه المنظمه والمراركه اللي راهم منظمين مع الكاف هما اللي وضعوا هذا الشريط اللاصق في كافه المقابلات، يعني داروهم هما في كافه المباريات، درقوا الشعارات الموجوده على الكراسي، لانها ليست شعارات متعلقه بكاس افريقيا للسيدات. هذا مكان بغاو يستغلوا الضجة الإعلامية المراركة باش يوجهوا الأنظار على الأحداث الموجودة في المروك. المروك يعيش غليان على كل الأصعدة في جميع المجالات وفي جميع الميادين، وأبرزها يعني الفقر المدقع بالإضافة إلى أزمة المياه. الشعب المروكي حاليا يعيش في أزمة مياه خانقة مع ضعف المستوى المعيشي. هذا هو كذب نظام المخزن الذي خسر في كل المحافل، يتنفسون الكذب. خوتي الجزائريين، بارطاجي الفيديو بقوة، وما تنسوا تشتركوا في القنوات تاع ولاد بلادكم واللايكات. إلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.